يعني مباراة أكثر من رائعة لفابريجاس، بيؤكد فيها المستوى العالي اللي ظهر بيه من بداية السيزون حتى الآن. أعتقد إن كان له دور كبير جدا ومؤثر حتى لما اتنقل نص الملعب بعد خروج إنيستا، أدى بنفس الشكل بنفس الإمكانيات. يعني لاعب له دور كبير إذا كان محطة في وسط الملعب، إذا كان راس حربة، إذا كان وسط أيمن أو وسط أيسر. أعتقد إن فابريجاس من اللعيبة الموهوبين اللي عندهم إمكانيات عالية على المستوى الهجومي. انما البارسا بصراحه فريق عظيم، فريق لديه امكانيات عاليه جدا وامكانيات كبيره جدا على المستوى الفني وعلى مستوى القدرات الخاصه اللي موجوده على دكه البدلاء. بالاضافه طبعا بنتكلم على التغييرات اللي حدثت. ميسي يعني لاعب بيلعب السهل الممتنع، عنده مرونه عاليه جدا في عمليه احراز الاهداف. الهدف الثالث تحديدا مش الثاني، الهدف الثالث مش الرابع. يعني الكره فيها صعوبه شديده جدا، بكل سهوله بكل راحه عمل الهدف الثالث، وكان هدف دخوله في جو اللقاء. عشان كده اعتقد ان المنافسه بدات ما بينه وبين كريستيانو رونالدو. البارسا لعب بنفس الاستمرار بنفس الشكل، الضغط، اللعب على تنويع اللعب، تغيير المراكز، الطرفين الملعب متقدمين اذا كان مونتويا مع ادريان، الكل بيخش في العمق الدفاعي. يمكن ختاف اللي اتغير شويه، اتغير نسبيا، بدل من 5 مدافعين لعب ب4 مدافعين، لعب ب5 لاعبين في وسط الملعب، بالاضافه لراس حربه واحد لشبريان. يمكن كمان التحرك، الهجمه المرتده، ولكن الخطر الاكبر عندما كانت تاتي الهجمه المرتده بالنسبه لفرقه ختافي، كنا بنشوف في خطوره على خط دفاع بالنسبه لفرقه البارسا، ودي من الامور اللي المفروض تتعامل معها. الاضافه الكبرى هي تواجد لاعب زي ليونيل ميسي، سهوله احراز الاهداف، الغزاره في الناحيه التهديفيه والشكل الهجومي. عشان كده اعتقد المباراه القادمه ما بينه وبين اتلتيكو مدريد مباراه فيها صراع كبير، ولكن دكه بدلاء البارسا دكه بدلاء تحترم على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الفني وعلى المستوى كمان عمليه احراز الاهداف. دلوقتي هتبقى كمان صعوبه بالنسبه. نعود لنتابع مين اللي هيلعب في الماتش الجاي؟ هل بيدرو وسيسك واليكسيس سانشيز ولا نيمار مع ليونيل ميسي؟ ده اللي هنشوفه. هذا الهدف أنطونيو ربما يؤكد لنا الهدف الأخير الرابع لليونيل ميسي أن هذا اللاعب بثقة عالية، بلياقة جيدة، حاضر بكل حواسه في هذه المباراة، حتى التصويب، المرور من اللاعبين. هو ليس سهلا بعد غياب دام شهرين. نعم، ليس سهلا أن تقوم بذلك بعد ذلك الغياب. إذا الهدف الأخير رائع، أن تحمل الكرة تقريبا على مسافة قريبة جدا 10 أو 15 سنتيمتر من رجلك، فلا يقوم بذلك كل اللاعبين، قلة هم الذين يفعلون ذلك. ويؤكد عودته الميمونة ميسي إلى الميدان، ورأيناه عندما دخل أصبحت مباراة أخرى، وأصبحنا نتوقع هدف في كل وقت بسرعة كبيرة، ويستغل أقل خطأ في الدفاع. إذا رأينا ما فعله ميسي أمام الشباك، و يبقى لاعبا مهما جدا وإضافة جيدة لفريق برشلونة بكل دون أدنى شك، مثل ما قال خالد، مع سيس فابريجاس الذي أبدع في هذه المباراة. فإنك لا تحتاج إلى أي رأس حربة ثابت في منطقة العمليات في فريق برشلونة. ختافي دفع بكل قواه وحاول أن يحتفظ بالنتيجة 2-0 حتى الدقائق الأخيرة، حتى دخول ميسي الذي قلب الطاولة على فريق ختافي. إذا من جديد نعود لنتابع الهدف الرابع لليونيل ميسي بشكل مفصل، بشكل دقيق. هدف ممتاز، هدف لاعب أفضل لاعب في العالم، هدف من امكانيات ليونيل ميسي كلاعب عنده قدرات خاصه جدا في الثلث الاخير، في السرعه، في احراز الهدف، في كمان في اتخاذ القرار، في المراوغه بالنسبه للمدافعين. اعتقد ان شيء ممتع بالنسبه لفرقه البارسا. يعني انا اتصور المستوى الفني ده الهدف بتاع البارسا بتاع ليونيل ميسي، الباس طبعا اكثر من رائع من سونج، وطبعا تحرك ممتاز جدا، 4 مدافعين. يعني بيفكرني بهدف اللي ختم بيه مع ختافي كان من حوالي سنتين نفسه، بالك ان في المره اللي فاتت كان رأس 3-4 لعيبه، هنا يمكن دخل على اليكسيس وحط هدف اكثر من رائع بالنسبه للبارسا. يعني هدف تاكيد
تاكيد لعوده لاعب ليونيل ميسي الى مستواه الكبير ومستواه الفني، تاكيد كمان للمنافسه الشرسه اللي احنا فقدناها ما بين رونالدو وبين ليونيل ميسي، تاكيد ان المستوى الفني للاعيبه البارسا بالكامل يا باسل اعتقد ان هي مستوى اكثر من رائع، يخوف دييجو سيميوني، يخوف كارلو انشيلوتي، نتكلم على ديك البدلاء وهذا ما قاله انشيلوتي